يسعد مسا الجميع. كيفكن حبايب القلب؟ العطاء أهم ما بالإنسان، هيدي سمة العطاء. بس فقدها تحول لجفاف، يعني شخصية جافة ناشفة. طبعا ممكن يكون العطاء كلامي، ممكن يكون العطاء معنوي، ممكن يكون العطاء مادي، فأنت ممكن تقدر تعطي على قدر إمكانياتك. بيقول أحد الفلاسفة إنه العطاء لذة لا يعرفها إلا من أعطى لمجرد العطاء. فالشخص اللي بيعطي بيشعر بنشوة، بيشعر بحب. فببساطة اليوم تشوه هيدي الفكرة أو هي السمة، هالصفة. وفي ناس دخلت وتبنت فكرة العطاء، ولكن هي ما قادرة تعطي، هي بعيدة عن فكرة العطاء كليا. هن حدا ما بيعرفوا يعطوا. يعني انت اذا ما بتعرف تحب ما بتعرف تعطي، اذا ما بتشعر بغيرك ما بتعرف تعطي، اذا ما بتحس ما بتعرف تعطي. فالعطاء له صفة معينة عند ناس معينة. مو كل الناس قادرين يعطوا، مو كل الناس قادرين يشعروا. في ناس سبحان الله او عندهم هن حسب ضميرهم، حسب اخلاقياتهم. بالنهاية هيدي الصفة هي تربية وهي ثقافة تربى معنا من طفولتنا لنكبر، لحتى نصير كبار بتتحول لخير كبير. طبعا انت لما بتقدم العطاء انت عم تقوم بإعلام الشخص الآخر بتقديرك له وباحترامك له وبمسؤولياتك اتجاهه. عرفتوا شلون؟ هذا هو العطاء. طبعا مو كل الناس تتمتع بالقدرة على المنح والعطاء للآخرين. مو كل الناس قادرين يسلكوا هذا الشيء، هذا الطريق. فللأسف نحن بنشوف انه في ناس هم هذا الموضوع، ولكن لتحقيق يعني اهداف اخرى، وهي حب البروز، حب انك تظهر، انك تبين شخص مهم بالمجتمع، مثلا البروزة خلينا نقول. لذلك نرجع بنقول انه العطاء هو اخلاق، ضمير، محبة إنسانية، حب. وأهم شيء إنك تكون شمعة مضيئة بحياة الآخرين. هي العطاء. إذا ما كنت شمعة مضيئة بحياة الآخرين فأنت لا يمكن إنك تكون عاطي. حبيت لكم هالكلمتين ببساطة حبايب القلب. شفناكم بخير. باي.